السلام عليكم البنات. واش كتقلبي على بيتزا ايطاليه بمقادير صحيه بالدقيق الكامل وتصدق لك من اول تجربه؟ هاد العجين معتمد عندي، كتجي بحال البيتزا اللي كناكلوها في افخم المطاعم الايطاليه. وإلا كنتي ماشيه للبحر او لبيسين وجديها لوليداتك غادي يحماقوا عليها، خصوصا حيت السفرديه كتجي بنينه بزاف. كما كتشوفوا البنات انا قطعتها، تشوفوها كيفاش كتجي رقيقه وكتجي فيها واحد لاباطه البنات غزاله بزاف وصحيه وبنين، فيها الخضر اللي كتعطيها واحد المذاق يا سلام. حتى تجربوها البنات وغادي تفهموني علاش كنهضر. ما نطولش عليكم، ندوز دابا مباشره الى المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو في المقادير ديال البيتزا. عندي هنايا الدقيق الكامل، عندي هنايا كومبلي هنا مخلط تقريبا واحد الكيلو. عندي هنايا الخميره، ما نحتاجش انا الخميره بزاف، غنحتاج غير واحد شويه. عندي هنا واحد شويه ديال الزعتر مطحون، هاد الملح معلقه صغيره ديال سنيده، وعندي هنا الزيت بلديه غادي نحتاج تقريبا واحد 3 المعالق كبارين، وعندي هنا الماء دافي. بالنسبه للعجينه البنات غادي نديروها تكون جاريه بزاف، ندوزو مباشره نصاوبوها. غادي ندير هنايا اول حاجه الخميره، فرتها شويه. غادي ندير هنايا سنيده والملح. غادي ندير واحد شويه د الزعتر، ما تكثروش البنات، غير شويه باش تنسمها لنا. وغادي ندير الزيت بلديه تقريبا واحد 3 المعالق كبار. صافي البنات غادي نحطها تخلط مزيان، وديك الساعه نبقى نضيف الماء تدريجيا. السر ديال هاد العجينه البنات خصها تكون كتلصق، تكون جاريه شويه، ما تكونش العجينه قاصحه، تكون جاريه ومرخوفه بزاف. غادي نحطها تعجن في العجانه وديك الساعه نرجع معكم. يعني تكون كتلصق في اليدين. درت لها انا واحد شويه الزيت ونخليها ترتاح. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا الصلصه، انا كنستعمل البنات هاد الصلصه هذه ديال ايطاليا، صراحه زوينه بزاف. عندي هنايا البدنجان شرائح رقيقه. عندي هنايا القرعه حتى هي مقطعها رقيقه. عندي هنا مطيشه قطعتها حتى هي على هذا الشكل رقيقه. عندي هنايا البصله تكون رقيقه البنات، البصله من الاحسن. الفلفله حتى هي. عندي هنايا الثوم. عندي هنايا الزيتون مقطع. عندي هنايا زيت العود، وعندي هنايا شويه ديال الملح وشويه السنيده وشويه ديال الزعتر مطحون. غادي نستعملهم مع الصلصه. غادي نصاوبوا الصلصه. وعندي هنايا موتزاريلا والفرماج، غادي نحتاجهم حتى الاخر نديرهم من الفوق، غادي نخليهم هنا على جنب. اول حاجه غادي نصاوب الصلصه. بالنسبه للصلصه انا خويتي هنا كما كتشوفوا معايا راها خاطره. غادي ندير هنا الملح وسنيده والزعتر، وغادي ندير هنايا العود تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت العود. صافي نخلطوهم مزيان، ندير واحد الكميه اللي تكفينا. هاد الصلصه راه كتجي البنات غزاله بزاف، وكنديروا سنيده باش كتهرس لنا ديك الحموضه ديال المطيشه، مع ان هاد الصلصه هذه راه ما محامضاش بزاف، المذاق ديالها بنينه البنات. بالنسبه للعجينه ديال البيتزا درتها حصص صغيورين حيت انا عندهم بيتزا صغيورين، وغادي نقرصوهم مزيان البنات. خصنا العجينه تكون رقيقه بزاف، ضروري البنات نرققوا العجينه. وبالنسبه لي انا راه ما خليتهاش خمرات بزاف، خليتها تقريبا ارتاحت غير واحد 10 دقائق. في هذا الاثناء راني حطيت الفران يسخن، لان خصنا ضروري الفران يكون سخون مزيان. وخاص هذا البنات، ولكن ضروري نسخنوا الفران قبل ما ندخلوا له البيتزا، باش انا اي لا تصاوبت كندخلها الفران طيب. نتوما البنات راه جاوني انا على هذا الحجم هذا. كلهم غادي ندير لهم تقريبا واحد المعلقه ديال الصلصه، وندهنوهم، ما نخليوش الصلصه تهبط لنا من الجوانب. بالنسبه للبنات اللي ما كتسلق لهمش البيتزا، هذه راه بيتزا ايطاليه البنات، راها كتجي غزاله كتحمق. الا جربتوها راكم ما تستغناوش عليها، كتجي بنينه بزاف. بغيتيو تكونوا خارجين مع وليداتكم دابا الصيف لواحد الحراره، تقدروا توجدوهم قبل، طيبوهم نص طيبه، ولا غدا تكملوا لهم الطيب ديالهم اللي تكونوا خارجين وتديهم معكم. كيجيو البنات فنين، كيجيو غزالين، كيجيو مقرمشين، كتجي واحد لاباط فيهم البنات زوينه بزاف. راها انتغرالي يعني بالدقيق الكامل، راها تجي صراحه زوينه بزاف. انا ديما كنديرها. غادي ناخذ شويه د البصله ندير
واحد اللذه فيها غزاله مع البيتزا. من الفوق غادي ندير البتنجان، غادي ندير واحد شويه ديال الفلفله. انا البنات كيعجبني نخلط، اللي بغات دير حاجه بوحديتها ممكن ديروها، ولكن هكا مخلطه راه كتجي زوينه، كتعطينا حتى شويه الالوان. هادو عندهم مخلطين. صافي غنجيب من الفوق وندير القرعه. ناخذ الفرماج ونديرو من الفوق. غادي ناخذ موتزاريلا، تقريبا واحد 3 ولا 4 طراف ديال الموتزاريلا من الفوق. جيونا على هذا الشكل هذا. غادي نخلي الفران يسخن وغادي ندخلهم يطيبوا وندوز نصاوب معكم الشكل الثاني. من بعد هادو ما درت لهم الصلصه كيف ما درت في الاول. دابا غادي ندير لهم شويه ديال البصله من الفوق، غادي ندير لهم الثوم من الفوق، وعندي هنا الزيت مقطع غادي نديرو من الفوق. وغادي ناخذ مطيشه وغادي نديرها معاهم. ناخذ فرماج نديرو من الفوق. اللي بغات دير فرماج محكوك غليظ شويه ديرو، انا يعني هذا هو اللي كان متوفر عندي. صافي وكندير موتزاريلا، تقريبا واحد 3 ولا 4 طريفات ديال موتزاريلا. ما نكثروش موتزاريلا، الا كثرنا البنات موتزاريلا راه كتبقى تصيح لنا من الجناب. حنا خصنا الموتزاريلا ديروها في الوسط، ما ديروهاش هابطه باش ما تنزل لكمش من الجناب. كيجيونا على هذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره حتى نساليهم كلهم وندخلهم الفران يطيبوا، وديك الساعه نتلاقى معكم في الاطباق النهائيه تشوفوا البيتزا الايطاليه اللي درت معكم بالخضر كيفاش غادي تجي. البيتزا ديالنا من بعد ما جات كتجينا على هذا الشكل هذا. الناس كتجي صراحه رائعه، فنه خفيفه. شوفوا باش تبان لكم مزيان. من بعد ما طابت البيتزا حمرتها غير شويه من الوجه وكنقدمها، كتجي غزاله كتحمق البنات وصحيه وكتجي رقيقه رائعه. نتمنىكم تجربوها لانها صراحه كتستحق التجربه وكتجي بنينه بزاف. غادي نقطعها لكم تشوفوها البنات كيفاش جات محمره من التحت. ديك الخضره من الفوق كتجي طايبه. ديك المذاق ديال البصله البنات كيعطي واحد المذاق زوين. شوفوها واخا ديال الزرع راها كتجي غليظه، كتجي رقيقه وكتجي بنينه المذاق ديالها كيجي بنين، لان اي حاجه درناها صحيه والدقيق الكامل كتجينا بنينه احسن ما نديرو فيها الفورس وصحيه. حتى لهنا غادي نسالي الفيديو ديالي معكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من لايك وشي تعليق إلا عجبتكم الوصفه. وفي امان الله والسلام عليكم.